محمد صلاح ينقذ كابتن حسام حسن من الانتقادات. النهارده لو مصر اتعادلت مع زيمبابوي كنا هناخد الليله كلها على الكابتن حسام حسن، رغم ان مصر قدمت مباراه قويه وخصوصا في الشوط الثاني وقدرنا نكسب زيمبابوي 2-1 وناخد 3 بونت. ناس كتير بتقول لك عطفا انا ماليش دعوه بالاداء، اسالني عن النتيجه، احنا في مجموعه المفروض ان انا عايز اصعد، وبعد كده فكرني بالاداء. النهارده منتخب مصر حرق دمنا يا جماعه، وخصوصا في الشوط الاول. اول 30 دقيقه منتخب مصر كان شكله يكسب، كان شكله يعر. لك ان تتخيل، عاوزك تشوف الجون الاول اللي دخل في منتخب مصر، 3 لعيبه يا جماعه من زيمبابوي داخلين في وسط 6 لعيبه مصريين ويستلموا دفاعيا ويستلم الوقت ويحط الكوره، واحنا كاننا مش موجودين. عندنا دفاع في منتخب مصر، دفاع شوربه. حسام عبد المجيد كل مباراه لازم في الدفاع يدور على عربيه الرش. اللعيبه الدفاع بتاعت مصر مش حاسه باماكنها، مش عارفه نفسيها رايحه فين، لكن الحمد الفرحه والمتعه وكل حاجه حلوه كانت في محمد صلاح في الدقيقه 90. عايز اقول لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا لازم نقول ألف مبروك للشعب المصري، ألف مبروك للكابتن حسام حسن، ألف مبروك للعيبة المصرية. 3 بونت النهارده، قدرنا نكسب زيمبابوي 2-1. بس يا جماعة زيمبابوي دي أضعف فرق المجموعة، مش ده الفريق اللي كان بيتقال عليه مصر هتكسبه 2 و3 مستريح. النهارده شفنا مباراه عكس مجريات الواقع، وخصوصا في الشوط الاول. حتى هم بعد ما جابوا جون محمد الشناوي انقذ هدف، اكيد كان هيجيبوا الجون الثاني. الاثنين اللي كانوا عاملين لنا شكل في المباراه وخصوصا في الشوط الاول امام عاشور قبل التغيير، وما نعرفش الكابتن حسام غير ليه امام عاشور. هل امام عاشور كان مصاب؟ ولو امام عاشور كان مصاب يبقى الكابتن حسام حسن غلط اكتر. اللعيب الثاني النهارده اللي كان عامل لنا روح واداء ومتعه كان عمر مرموش. بصراحه النهارده عمل مباراه قيمه. النهارده كنا هندفع ثمن اخطاء الفرص الضايعه، ضيعنا اكتر من 7-8 فرص. مرموش ضيع، ابراهيم عادل ضيع، محمد صلاح ضيع، اغلب اللعيبه النهارده اللي في الخط الهجومي ضيعت كتير. عندنا دفاع كارثه، لازم الكابتن حسام ما يحيرناش كل دقيقه، كل يوم يلعب لنا بخطه معينه. كنت بتلعب وياسر ورامي، النهارده نزلت لنا حسام عبد المجيد. كنت بتلعب بمصطفى محمد مهاجم، النهارده نزلت لنا عمر مرموش كمهاجم وهمي. النهارده ما حسيناش بالامان في اداء منتخب مصر، رغم ان صلاح كان هو النهارده اللي حط الفرحه لمنتخب مصر، لكن صلاح لحد ما جاب الجون كان عبء على الفريق المصري. صلاح ما اداش اداء حلو النهارده، لكن خط النص حمدي فتحي ومروان عطيه هم يعتبروا اللي كانوا شايلين المباراه. بس يا جماعه مش ده الفريق اللي احنا نراهن عليه ياخد كاس افريقيا. مش عاوزين نعلي طموحاتنا ولا ان المنتخب هيجي خطوه خطوه. نتمنى طبعا اولا واخيرا التوفيق للمنتخب المصري، بس احنا المنتخب المصري فيه لعيبه توب، لعيبه عاليه. عندنا لعيبه في اوروبا، عندنا لعيبه مبدعه. الجمهور والمصر كلها مستنيه اكتر واكتر من كابتن حسام حسن والمنتخب. عايزك تشوف الناس النهارده على الكافيهات وعلى القهاوي عماله تلطم النهارده وهي بتتفرج على الماتش. مش زيمبابوي اللي اتقعدنا للدقيقه 90، لسه كمان مع اول محطه سهله، لسه كمان هنقابل جنوب افريقيا اكبر فرق اقوى فرق المجموعه. هنشوف مصر هتعمل ايه. لازم نقول بالتوفيق للكابتن حسام حسن، بالتوفيق للعيبه. لازم نعالج سلبيات كتير في منتخب مصر لو احنا عاوزين ناخد كاس الامم الافريقيه ان شاء الله. زي ما احنا عمالين نقول التامنه، ربنا يكرمنا ان شاء الله. براي حضرتك هل مصر عطفا على اداء زيمبابوي قادره على تخطي جنوب افريقيا اقوى فرق المجموعه؟ كان معكم محترم المحترم، شكرا لكم.